شهدت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026 مواجهة حاسمة جمعت بين منتخب البوسنة والهرسك ومنتخب قطر في مباراة كان شعارها الوحيد هو الفوز من أجل الإبقاء على آمال التأهل. وانتهت المواجهة بانتصار البوسنة والهرسك ب3 أهداف مقابل هدف واحد. دخل المنتخبان اللقاء بحذر كبير خلال الدقائق الأولى مع محاولات متبادلة للسيطرة على وسط الميدان. منتخب قطر حاول فرض أسلوبه والبحث عن المساحات، بينما اعتمد المنتخب البوسني على الضغط العالي والهجمات السريعة. وجاءت الدقيقة 29 لتحمل الخبر السعيد للجماهير البوسنية بعدما سجل الشاب كريم ألاكبيغوفيتش هدفاً رائعاً منح التقدم لمنتخب بلاده وأشعل المدرجات. ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى ضاعف المنتخب البوسني النتيجة بعد كرة خطيرة انتهت بهدف عكسي من الدفاع القطري، لتصبح النتيجة هدفين دون رد وتتعقد مهمة العنابي بشكل كبير. لكن منتخب قطر لم يستسلم ونجح في العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجل حسن الهيدوس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف واحد. في الشوط الثاني حاول المنتخب القطري إدراك التعادل وكثف من هجماته على المرمى البوسني، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد لمنتخب البوسنة حال دون وصول العنابي إلى مبتغاه. وفي المقابل اعتمد البوسنيون على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة كبيرة طوال النصف الثاني من اللقاء. وعندما كانت قطر تبحث بكل قوتها عن هدف التعادل، جاء الهدف الثالث للبوسنة والهرسك في الدقيقة 80 عبر إيرمين مهمتش الذي أنهى المباراة عملياً وأكد تفوق منتخب بلاده بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. بهذا الفوز المهم عزز منتخب البوسنة والهرسك حظوظه في العبور إلى الدور المقبل كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بينما ودع منتخب قطر البطولة بعد مشوار انتهى بنقطة واحدة فقط من 3 مباريات. ما رأيكم في أداء المنتخبين؟ وهل يستحق منتخب البوسنة والهرسك التأهل إلى الدور القادم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.